المسلسل سنة 2009 مع أجواء من الحزن اللي بتخيم على سول في المستشفى، وبتكون عاملة حادثة هتخليها مقعدة طول حياتها. أمها بتزورها في المستشفى وبتحاول تنسيها همها وبتتكلم معاها في مواضيع عشوائية وبتقصلها ضوافر رجليها، لكن غصب عنها أذتها وراحت تجيب مرهم عشان تحطه لها، وهي بتمشي كسرت كوباية، فبتاخد سول أجزاء من الكوباية المكسورة وتبقى عاوزة تنتحر. في نفس الوقت تبقى في فرقة جديدة اسمها إكليبس بيعملوا دعاية لنفسهم في برنامج إذاعي على الراديو، وبيكون كل عضو من أعضاء الفريق هيعمل مكالمة مع واحد محظوظ من المعجبين. جاي هو القائد بتاع الفريق وبيتصل على سول من الراديو، بترد على المكالمة وما بتكونش عارفة الفريق وما بتكونش عاوزة تكمل المكالمة ومتضايقة إن في ناس سعيدة كده وهي بالبؤس ده وملهاش رغبة في الحياة. فبيشكرها جاي إنها عايشة وبيقول لها إن اللي بيحبوها أكيد هينبسطوا إنها عايشة معاهم، ولازم تستمر في الحياة وما تستسلمش، وإن ممكن يجي يوم ما تكونش الحياة بالتعاسة دي ليها. بتخلص المكالمة وبتعيط وبتيجي مامتها وبتحضنها. بنروح ليوم راس السنة سنة 2023، وبتكون سول اتعودت على حياتها بالكرسي وبقت من معجبين فرقة إكليبس، وأوضتها مليانة بصور ومجسمات لعضو الفريق المفضل ليها جاي. فبتصحى من النوم وبتلاقي جدتها اللي عندها خرف بترسم على وشها، وبتشوفها سول لابسه الساعه بتاعت جاي اللي اشتريتها بثمن خرافي، وبتبقى عاوزه تاخدها منها ما بترضاش وبتجري، فبتخلي مامتها تاخدها منها وترجعها لها، فبتلبسها في ايديها وبتستعد عشان لاول مره هتروح حفله لاكليبس. تبقى فرحانه انها تشوف جاي على الحقيقه. طريقها للحفله مع صاحبتها بيفتكروا مع بعض الماضي، ايام الثانويه، وانها كانت معجبه بمغني تاني وما كانتش تعرف ان جاي كان طالب في المدرسه اللي جنبهم، فبتبقى ندمانه انها ما عرفتش جاي زمان وعاوزة تشوف صوره وهو صغير وتاخدهم وتحتفظ بيهم. بنروح لجاي اللي بيتخانق مع صاحب الوكالة وبيبقى عاوز يتقاعد في مكان الحفلة، وقبل ما تبتدي بساعتين بيجي لسول مكالمة بيقولوا لها انها لازم تيجي عشان هيتعمل لها انترفيو للشغل اللي هي مقدمة عليه. فبتسيب الحفلة وتروح المكان، واول ما بيشوفوها على كرسي بيرفضوها على طول، فبتكون محبطة لكن ما بتخليش ده يضايقها وبتمشي. بتكون الدنيا زحمة وبتوصل متأخر وما بتلاقيش التذكرة وبتكون ضاعت منها، فبتسمع الحفلة من بره وبتكون متأثرة بأداء جاي للأغنية اللي بتحبها. بعد الحفلة بيتخانق هيوك مع جاي لأنه ما تشاورش معاه موضوع تقاعده وبيسيبه وبيمشي. بنروح لسول اللي بيقع موبايلها وبتكسر الكرسي المتحرك بتاعها بيبوظ، فبتقعد تعيط وبتندب حظها. فبيظهر لها جاي وهو ماسك مظلة وبيروح لها وبيديها منديل وبيعرض عليها انه يوصلها وبيواسيها، فبتشكره وبتديله حلوياته المفضلة، وكانت لسه هتركب العربية بتاعته وتروح معاه، صاحبتها جت واخدتها. بتروح سول وبتسأل مامتها عن الشخص اللي أنقذها من الحادثة، فمامتها بتتوتر وبتقول لها ليه؟ فبترد سول وبتقول مفيش، لأني قابلت الشخص اللي اداني الرغبة في الحياة وجالي فضول أعرف اللي أنقذني عشان أشكره. بنشوف جاي بعد ما افترق عن سول في الأوضة بتاعته في أدوية واقعة في كل حتة وهو واقف في البلكونة، وبعدين بنلاقيه نط في حمام السباحة وبيعلنوا وفاته. وبتكون سول من أوائل الناس اللي عرفوا بالخبر وراحت تتأكد من المستشفى اللي اتنقل فيها، وفي طريقها للمستشفى وقعت الساعة بتاعت جاي اللي كانت لابساها في ايديها في المية، وعشان تسترجعها رمت نفسها من الكرسي المتحرك ومسكتها وقعدت تعيط وما كانتش مصدقة انه عمل كده في نفسه. بتتعطل الساعة وبيقف الزمن، وفجأة بتلاقي نفسها في الفصل سنة 2008 وبتعرف تمشي وبتفتكر نفسها في حلم، فبتجري وبتروح المدرسة اللي جنبيها عند حمام السباحة وبتلاقي جاي بيفوز في مسابقة في السباحة، فبتجري عليه وبتحضنه وبتقول ان الحياة كانت صعبة عليه وما كانتش تعرف مدى الألم اللي كان بيمر بيه، وتبص في وشه وبتقول له انها بتحبه. فالأمن بييجوا بيسحبوها بره وبيزقوها، فبتقع وبتتألم، فبتفكر هي ليه بتتألم وهي في حلم وليه مش بتصحى، فبتستقر عند فكرة انها ميتة وهما الاتنين أرواح. فبيطلع جاي من المدرسة عشان يروح، بيلاقيها في طريقه نايمة وبيقع منها الساعة بتاعته اللي كانت معاها وبتديها له وبتعيط وبتقول انها ماتت وسابت امها وجدتها المساكين، لكن مش مهم، هي هتروح معاه للعالم الآخر عشان ما يحسش بالوحدة. لكن بترجع في كلامها وبتقول له اكيد في طريقة تانية عشان نرجع لعالم الأحياء ونعيش احنا الاتنين سوا. فبيهرب منها وبيوقف تاكسي، فهي استغربت ان في تاكسي في عالم الأموات. بيروح البيت وبيجيله اتصال من باباه اللي بيطمن عمل ايه في المسابقة، فبيطمنه وبيقفل المكالمة، وبعدين بيقعد يفتكر اللي حصل وبيبص بيلاقي الساعة بتاعته على المكتب، فبيستغرب من الساعة اللي اديتها له وانها مش بتاعته مع انها شبهها. بترجع سول للبيت وبتشوف مامتها اللي بقت اصغر وبتوبخها عشان اتغيبت عن المدرسة ورجعت متأخر، وبتقابل جدتها اللي لسه ما جالهاش خرف وبتحضنها وبترجع اوضتها اللي بتلاقيها زي ما كانت وهي صغيرة، وبتروح تنام جنب جدتها ومامتها. بتصحى اليوم اللي بعده وبتلاقي نفسها لسه في الماضي، فبتكون سعيدة وبتروح المدرسة، لكن الدنيا بتمطر وبتشوف جاي وبتقعد تعيط. فبيروح لها جاي وهو ماسك المظلة وبيستغرب هي بتعيط ليه، وبياخدها تحت مبنى عشان المطر وبتعرفه على اسمها، وهو بيكون عارفه لأنه شاف اسمها في بطاقة الأسامي اللي لابساها، وبيسألها ليه كل ما تشوفه تعيط، فبتقول له لأنك بتفكرني بكلب كان بيعرف يعوم زيك لكنه مات، واداها الساعة وقال لها هل الساعة دي كمان اديتها لي بسبب كلبك؟
فاخدت الساعه منه وهربت لانها معرفتش ترد عليه. بتدخل الفصل بتاعها وتسلم على زمايلها اللي ما شافتهمش من سنين وهما بيكونوا مستغربين منها. بتتصل والدة سول بوالد جاي لانه اجر شريط من المكتبه بتاعتها وما رجعوش، وبيكون فيلم كده ومش ولا بد، وهو بينكر انه يكون اخده. فهي بتتنرفز عليه وبتقول له يمكن حد من اهلك خده، فدور عليه، وغرامة التأخير $15. وبتقفل الخط. بتكون سول في الفصل وبتقعد تفكر في السبب اللي خلاها تسافر بالزمن، وبتبص في ساعتها وبتعتقد انها آلة زمن ولو ضغطت عليها ممكن ترجع، فبتضغط ما بيحصلش حاجة. ساعتها المدرسة بتقومها عشان تحل سؤال وما بتعرفش، ما بتكونش فاكرة حاجة، وبتتلكك ان معدتها وجعاها. وبتروح تتفرج على جاي، وهي بتتفرج بتشم ريحه سجاير، فبتطلع تزعق للطلاب اللي بيدخنوا بره. فبيظهر الولد اللي كانت معجبه بيه زمان وبيكون اسمه سونج، وهو بيتخانق مع الولاد اللي بيدخنوا، فبتنط عليهم وبتزعق لهم عشان بيدخنوا، بتاخد منهم السجاير، فبيمسك ايديها وبيجروا سوا عشان يهربوا منهم. فبتفتكر انها كانت من معجباته زمان وبترحب بيه، وهو بيكون مستغرب لانها اليوم اللي قبله كانت مختلفه تماما عن النهارده. فبتوبخه لانه بيشرب سجاير. فبيشوف المدرس جاي بيسيب السجاير في ايديها وبيمشي، فالمدرس بيعاقبها ويشوفها جاي اللي بتحاول تقنعه انها طالبه مثاليه ومش بتدخن، فبيحسها غريبه وبيبعد عنها. فبتمشي من المدرسة وبتلاقي سونج اللي بتكون متضايقة منه لأنه هرب وسابها تتعاقب، وإزاي إنها كانت معجبة بشخص زيه في يوم من الأيام. فبيشوف سونج البنت اللازقة اللي بتحبه وبتطارده جاية ناحيتهم، فبيمشي. بتكون البنت دي بلطجية وبتقول لها تبعد عن سونج وإلا مش هتشوف خير. بتقابل سول صاحبتها وبتسألها عن نصيحتها عشان تقرب من واحد، وبتقول لها صاحبتها إنها لو عاوزة تقرب من حد لازم تصاحبه الأول. فبتسألها صاحبتها وانت خلاص ما بقيتيش تحبي سونج اللي اعترفتي له امبارح بالحب ورفضك؟ فبتفتكر انها اعترفت لسونج وكتبت له جواب محرج، فقعدت تتمنى لو كانت رجعت بالزمن قبل ما تعمل كده. عملت بنصيحة صاحبتها وراحت تبعت لجاي إضافة في الإيميل بتاعه لكنه بيرفضها. بتركب الباص مع جاي وبتعرف انه بيركب نفس الباص بتاعها، وبتسأله لو كان شافها او يعرفها من قبل كده، فما بيردش عليها رد مفهوم، وبينزل من الباص وهي ما بتعرفش تنزل من الزحمة، فبيجري على الباص وبيوقفه وبتنزل، وبيتمشوا سوا للمدرسة. فوهي ماشية بتستنتج انه رفض اضافتها على الايميل عشان بتدخن، وبتحلف له انها مش بتدخن، وبتحط صوابعها في مناخيره عشان تشممه ايديه، فبيبعد عنها، فبتضرب ايديها. وبيجي صاحبه هيوك وبيقعد يضحك عليه وبيقول له على موقف حصل قدامه في اوضه الفريق بتاعه اللي بيكون سونج عضو فيها، وان سول جت الاوضه عشان تعترف لسونج. فبيسأله جاي مين سونج ده، فبيقول له عازف الجيتار في فرقتنا، وجاي بيبقى متضايق. تفتكر سول وهي ماشيه للمدرسه لما كان جاي ايدول وبيتكلم عن اكتر حاجه ندمان عليها، وهي انه ساب السباحه بسبب اصابه في كتفه حصلت له يوم المسابقه. فبتستنتج سول ان لو ما كانش ساب السباحه ما كانش هيبقى نجم ويموت، فبتقرر تحميه وبتحاول تمنعه من المشاركة في المسابقة وتقول له على اللي يحصل له. الزمن بيقف وبنعرف ان اي حاجة حصلت في المستقبل ما ينفعش تقولها. بتحاول سول تقنع جاي انه ما يشاركش في المسابقة، بتستناه يخلص التدريب بتاعه وبتمشي وراه وبتحاول تقنعه، لكنه بيروح اوضه تغيير الملابس عشان يتخلص منها وبتتكسف وبتهرب. وبعدين بتعمل انها ست عجوزه مبروكه وبتقول له ان في شبح واحده عذراء ماتت ظلم لازقه فيه، وبتدور على واحده اعزب تاخده معاها للعالم السفلي، وانه لازم يبعد عن الميه 3 ايام، وبيديها فلوس. وبتمشي وهي ماشيه بتطير منها الفلوس، وبياخدها سونج اللي كان في خناقه ومضروب، فبتواسيه وبتحط له مرهم وبتطلب منه يرجع لها الفلوس، فبتطير وبتقع في ميه مش نظيفه وبتكون زعلانه، فعشان يصالحها بيعرض عليها فلوس اكتر وبترفض. وهما بيتكلموا بيشوفهم جاي فبيتضايق وبيفتكرها انها بتسخر منه. بتروح وراه وبتحاول تقنعه انه يصدقها وما يشاركش في المسابقه دي، مش بيقتنع وبيقفل الباب في وشها. وبتتفاجئ انه جارها واتنقل من قريب مع باباه للبيت اللي جنبهم، وبتكون مستغربه انها ما خدتش بالها من ده زمان. ما بيعرفش ينام جاي بالليل وبيروح يتدرب وكتفه بيكون وجعه، وبيفكر في كلام سولو وهو بياخد شاور. في الوقت نفسه زمايله اللي في الفريق اللي بيغيروا منه كانوا عاوزين يسرقوا لبس السباحه بتاعه عشان هو بيتفائل بيه. سول بتشوفهم وبتبعدهم وبتاخد لبس السباحة، لكن هو بيسمع صوت وبيروح يشوف اللي بيحصل. بيلاقي سول مستخبية فبتهرب منه ويقع في حمام السباحة، وبيفتكرها كانت عاوزة تسرق لبس السباحة بتاعه، وبيبقى متضايق وما بيكونش عارف هي بتعمل معاه كده ليه. فبتقول له انها حلمت انه اتصاب اصابه وحشه في المسابقه وكانت عاوزه تطمن عشان كده جت. فبيقول لها ليه تقلقي عليا وان تصرفاتك دي مش طبيعيه. بيزعق لها وبيمشي وبيسيبها. باباه هو داخل اوضه جاي عشان يقدم له اكل ما لقاهوش، بيلمح حاجه تحت السرير، بيكون الفيلم اللي مش ولا بد. وبيتفاجئ جاي وهو مروح بيجيله مكالمه من صاحبه بيعرفه ان زمايله في الفريق كانوا عاوزين يسرقوا لبس السباحه بتاعه. فبيكتشف ان سول ملهاش ذنب، وبيلاقي الدنيا بتمطر. سول كانت بتعيط ومروحه وجت عربيه قدامها بسرعه كانت هتخبطها. جاي جه انقذها وحضنها. وبعديها بيفتكر اول يوم شافها فيه كان يوم ممطر، لقى صندوق جه عنده بالغلط، فراح يوصله للعنوان الصح. قابل سول اللي كانت فاكراه عامل توصيل، وقع في حبها من النظره الاولى، وهي ادت له المظله عشان المطر،
واخدت منه الصندوق وادت له حلويات ودخلت بيتها. هو بعديها راح للمكتبه بتاعت عيلتها، شافها نايمه فكانت راسها هتقع، حطها على كتفه فصحيت وهو اتخض وعمل نفسه بيشتري شريط، وطلع الفيلم اللي مش ولا بد، فخد باله من اسم الفيلم واتكسف وجري. بعد كده هدي وتأسف لها عن سوء فهمه وقال لها هتأكد ان الحلم اللي حلمت بيه مش هيتحقق. بيروحها البيت وبيكون مبسوط وبيبعت قبلات في الهوا، فبيشوفوا صاحبه اللي مفكره عبيط. بيروحوا البيت وبيكشف لصديقه انه عاوز يعبر عن مشاعره لسول، لكن صاحبه بينصحه انه يستنى الوقت المناسب. بيجي يوم المسابقه وبيفوز بيها، ما بيكونش حصل له حاجه وبيفرحوا. بعد ما فاز بالميداليه الذهبيه بيقرر جاي انه ده هو الوقت المناسب اللي يعترف بمشاعره لسول، فبيدور على مطعم فخم، فسول بتكون جعانه وبتوديهم مطعم شعبي. وهم بياكلوا سالها جاي عن مشاعرها ناحيه سونج، لكنها بتنكر انه يكون عندها اي مشاعر ناحيته، فبينبسط لانه كده ممكن يفوز بقلبها. بعد ما بيخلصوا الاكل بيروحوا يتصوروا سوا، وجاي بيدور باستمرار على اللحظه المناسبه عشان يعترف بمشاعره، بس بيفشل في كل مره. حتى وهم مروحين بالباص كان عاوز يعترف لها بمشاعره، لكنها كانت عاوزه تدخل الحمام فوقف الباص عشانها. لما وصلوا البيت هيوك صاحبه كان بيهيأ له الوضع عشان يعترف، وكان لسه هيعترف لها قبل ما يخلص جملته سول أساءت فهم الوضع وطلبت منه انه يكون صديقها. بيرجع باباه الشريط وهو مكسوف ومش عاوز حد يشوفه، فبتشوفه مامة سول وهو بيهرب. هيوك بيتريق على جاي، فجاي بيتضايق منه، لكن هيوك بيوضح له انه لسه عنده فرصه لان ما عرفتش بمشاعره واترفض، فبيطمن جاي وبينبسط. اليوم اللي بعديه وجاي بيتدرب، كتفه بيوجعه وبيتنقل المستشفى. بتدور عليه سول في حمام السباحه ومش بتلاقيه، فبيظهر سونج اللي بيتريق عليها، فبتنصحه انه يروح يحضر دروسه احسن عشان ما يندمش بعدين. فبيستغرب انها من كذا يوم لما كانت بتعترف له ما كانتش بتقدر تبص في عينه من الخجل، وايه اللي جرى لها وهل بتعمل كده عشان تجذبه ناحيتها. فبترد عليه وبتقول له انها بتسحب اعترافها وانها ما كانتش في وعيها، وهو بيرفض انها تسحبه. وهي ماشيه قابلت زميل جاي اللي قال لها على اللي حصل لجاي. عرف جاي انه محتاج يعمل عمليه لكتفه وانه ممكن ما يقدرش يسبح تاني حتى لو عملها. وهو مروح البيت باباه عمل له حفله عشان يحتفل بفوزه، ورتب لسفره بره البلد عشان يتدرب. فكان صعب على جاي انه يعرف باباه اللي حصل، وغضب منه لانه قرر مستقبله من غير ما يقول له، وعرفه انه هيسيب السباحه. فاتخانقوا سوا وضربوا باباه بالقلم وقال له انه هيطرده من البيت لو فكر يسيب السباحه. سول سمعت الخناقه بين جاي وباباه بالصدفه وحاولت تواسيه، لكن جاي مشي من غير ما يتكلم وراح للمدرسه يلم حاجاته والدموع في عينه. سول بتزعل انها ما عرفتش تغير المستقبل وبتحاول تكتب النتيجه يوم الحادثه اللي حصلت لها، لكن بتتمسح وبتعيط وبتسال هي ليه هنا ادام مش هتقدر تغير المستقبل. اليوم اللي بعده بيكتشف والد جاي حالته وبيمشي وهو حزين، وبيروح لابنه وبيتاسف له، وجاي بيعبر عن ندمه انه خبى عنه الحقيقه وبيتصالحوا. والد جاي بينصحه انه يعمل العمليه ويقرر مستقبله في الوقت المناسب. سول بتقابل هيوك وبتكون غضبانه بسبب نادي المعجبين بتوعه، وبتفتكر انهم هيضايقوا جاي في المستقبل، فوهي غرقانه في تفكيرها بتخبطها كوره. ده بيخليها تفتكر ان بيتها في الماضي اتحرق في الوقت ده، ومامتها اتشوهت في ايديها، فقعدت تحاول تتصل بمامتها واخوها ومحدش كان بيرد عليها. في الوقت ده اخوها نسي البوتاجاز والع وراح ينظف الحمام، وجت صاحبه سول وكانت بتتخانق مع اخو سول، وده خلاهم ما ياخدوش بالهم ان البيت بيولع وفيه دخان غير متاخر. فاغمى على صاحبه سول من الدخان وخدها اخو سول بره البيت وحاول يعملها تنفس صناعي، فضربته بوكس وقعت له اسنانه. لحسن الحظ سول عرفت تقنع سونج انه يوصلها بالموتوسيكل لبيتها عشان توقف الحريقه، ووصلوا المكان في الوقت المناسب وعرفوا يوقفوا النار. والحمد لله مامة سول ما حصلهاش حاجه. عبرت سول عن امتنانها لسونج واقترحت انها تعالجه، لكنه فهم طلبها على انها محاوله تانية منها عشان تغويه. بعد كذا يوم جاي عمل العمليه وسول كانت واقفه بره الاوضه وبتسمع عن حالته وانه خلاص مش هيعرف يسبح تاني، مفيش امل. فبتعيط وبيشوفها وبيكون مستغرب هي منهارة كده ليه عشانه. عشان تواسيه بتعمل له اكل وبتبعت له حلويات، لكن بياكلها باباه واللي في المستشفى. اليوم اللي بعده بيطلع من المستشفى فبتسرق سول الاكل اللي كانت عاملاه مامتها وبتبعته البيت جاي اللي ما بيكونش موجود، وبياخد باباه الاكل وبيديها مشروب هو صنعه عشان يرد الجميل. فبتشرب المشروب ده وبتسكر وما كانتش عارفه ان فيه كحول. بعد كده بتلاحظ ان جاي رايح للمدرسه فبتروح وراه، بيتفاجئ انها سكرانه بس بيلاقيها لطيفه لانها بتحاول تشجعه ايه بالمنظر ده، فبيقترح عليها انها تقعد عشان هي بتتطوح. فقعدوا سوا وسمعوا موسيقى، فنامت وحطت راسها على كتف، فهو اتفاجئ ووقف. فصحيت اتلخبطت وافتكرته البوستر اللي كان في اوضتها، وقالت له انها بتحبه وانها بتتمنى انه يفضل سعيد طول حياته، وهو بيعترف لها بحبه. بيجي اليوم اللي بعده في الباص وهي مش فاكره حاجه وبتكون محادثتهم اتسجلت، فبتسمع اللي حصل وهي خجلانه من اللي عملته، لكنها ما سمعتش اخر حته وهو كان بيعترف لها بحبه فيها. كانت لسه هتسمعها جه سونج قدامها وطلب انها تكون حبيبته، وده عشان طبعا يبعد البنت اللازقه. الساعه بتشتغل وبتوديها للمستقبل، وبعدين نفسها من الماضي بترد على سونج وبتوافق على اعترافه. وكان جاي واقف بيتفرج ومذهول من اللي بيحصل. بنروح ليوم حادثه سول وبنعرف ان جاي هو اللي انقذ سول،
وساعتها كانت سول غرقانة في حزنها وكانت مصدقة ان الموت هي الطريقة الوحيدة للتخلص من بؤسها. بعد كده بنروح ليوم راس السنة 2023، بس من وجهة نظر جاي اللي بيتعرف على سول على طول ولسه بيكون معجب بيها، لكن سول ما كانتش بتفتكر ان هو اللي انقذها، وساعتها قعد يواسيها وهي ردت له لطفه وادت له حلويات، وبنعرف انه بيحب الحلويات دي من ساعة ما قابلها اول مرة. ولما خدتها صاحبتها تروح معاها راح وراهم عشان يتأكد انها روحت البيت بالسلامة. بعد كده في الاوتيل كان واقف في البلكونة والباب كان بيخبط وراح يفتحه، ده معناه انه ما قتلش نفسه. تصحى سول اللي رجعت لزمانها وبتكون في المستشفى، وبيكون والد جاي منهار وبيستعدوا عشان يعملوا عزل جاي. بتيجي الشرطة وبتطلب منها تقول لهم على اللي حصل لأنها آخر واحدة تقابل جاي، وبيوروها صورة ليها مع جاي وهما في الثانوية. تبقى مصدومة وبتعرف ان المستقبل الى حد ما اتغير. بيبقى سول قلبها مفتور لانها ما قدرتش تنقذ جاي، وبتبقى عاوزة انها ترجع تاني بالزمن. رمت نفسها في المية زي المرة اللي فاتت وقعدت تدوس على الساعة، لكن للأسف ما حصلش حاجة. رجعت للبيت وبتفتح التلفزيون على الأخبار، وبتعرف من المدير التنفيذي السيد كيم ان جاي كان بيتعذب بسبب التعليقات المسيئة عن حياته، فحزنها بيزيد. تتمنى لو كانت تقدر تعمل حاجة عشان تنقذه وبتعيط. بيجي لها مكالمة من هيوك بيقول لها ان جاي كان بيشعر بالأسف تحيتك، لكن قبل ما يكمل كلامه المكالمة قطعت وسابها في حيرة. الساعة دقت 12 ولقت الساعة بتنور، واستنتجت ان آلة الزمن بتشتغل على الساعة 12 بس. بتدوس على الزرار وبترجع بالزمن. بتلاقي نفسها في جلسة لطرد الأرواح، لأن سول من الماضي قالت لهم يعملوا كده لأن في روح عذراء لبستها وخلتها تفقد الذاكرة، فبتأكد لهم إنها بخير. فبتسيبهم وتمشي. لما بتشوف جاي بتروح له، ما بيكونش مستريح لما بيشوفها، وبتدرك ان نفسها وهي صغيره الفتره الاخيره كان بتعامله بطريقه مختلفه، وبقت توعد سونج. تستوعب سول انها غابت 10 ايام، وده خلى حاجات كتير قوي تتغير، وخلاها تفكر المره دي هتقدر تقعد قد ايه في الزمن ده، وهل هتقدر تنقذ جاي ولا لا. فبيجي اليوم اللي بعده وبتروح سول لجاي وبتحاول تصالحه، لكنه بيرفضها. ما بيقدرش يصدق ان في روح عذراء اتلبستها، وبيمشي وبيسيبها تقع. وبيجي سونج اللي بيقومها. توجع جاي لما بيشوفهم سوا. تروح سول مع سونج اللي بتبقى عاوزة تنفصل عنه، بس خايفة يكون ده تأثيره وحش على نفسها القديمة. في الوقت نفسه سونج بيبقى شاكك ان سول عندها تعدد شخصيات، لان الايام اللي فاتت كانت بتعامله بطريقه مختلفه. سول بتشوف هيوك وبتحاول تقنعه انه ما ياخدش جاي معاه لاي تجربه اداء، وما يسمحلوش يدخل عالم الفن ابدا، وهو بيقول لها انها تبعد عن جاي، لكنها ما عملتش بنصيحته وراحت تدافع على جاي من زمايله في السباحه. بعديها بتقابل البنت اللازقه وبيتخانقوا سوا، وبيجي السيد كيم اللي بيزعق لهم ويقول لهم يبطلوا خناق. فبتتعرف عليه وبتخاف انه يكون راح لجاي وخلاه يدخل المجال، فبتجري عشان تروح لجاي. بتلاقيه مشي من المدرسه، فبتروح له لبيته، فبيقابلها باباه اللي بيقول لها انه مش هنا وتروح بيتها، لكن بتدخل البيت وهو مش واخد باله. ولما كان على وشك انه يشوفها قالت حقيقة هتحصل في المستقبل، فالزمن وقف واستخبت وراحت اوضته وقطعت الكارت بتاع السيد كيم، وكانت بتستنى اللحظة المناسبة عشان تمشي. فبيقع عليها الكتب اللي كانت شارياها وبتغيب عن الوعي. بيروح جاي بيته وبياخد شاور وبيدخل الأوضة. بيتفاجئ ان سول نايمة في الأرض، فبيحاول يصحيها ما بتصحاش. بيلاقي الجو حر فبيفتح لها المروحة. كان في ناموسة فكان بيحاول يموتها. صحيت سول فسألها عن اللي بيحصل، فبتقول له انها هنا لانها بتحاول تساعده بسبب حالة كتفه، وجايبه له كتب علم نفس وحاجات تانية، والكتب وقعت عليها وفقدت الوعي وهي مستنياه. وبتسأله سول هو ليه متضايق منها من ساعة اليوم اللي كانت سكرانة فيه. فبيعرف جاي ان هي مش فاكرة حاجة من اللي حصلت، فحس بالراحة والخجل في نفس الوقت انه كان متضايق منها. سول بتحاول ترفع من معنويات جاي وتفتكر الكلام اللي قاله لها لما كانت في المستشفى، وبتكون فاهمة معاناته وبتحاول تخليه ما يفقدش الأمل، وبتترجاه يديها فرصة تصلح الدنيا، وعايزاه يقرب منها تاني ويرجع صديقها. فعشان يخليها تمشي من غير ما والده ياخد باله بيغطيها بالبطانية وبيشيلها، وبيقول لها انه ما يقدرش يكون صديقها لان مفيش صداقة بين البنات والولاد، وبيطلب منها تخليها بعيد عنه عشان هو بيتألم من تصرفاتها، وبتخليه متلخبط ومحرج لانها شايفة يأسه. فهي بترد عليها ان هي مش في ايدها حاجة غير ان هي تعمل كده عشان تساعده. فبيشوفها مش لابسه حاجه في رجليها وبيديها الشبشب بتاعه وبيمشيها. رجعت سول البيت وبتكون مجروحه وبتقضي الليل كله بتعيط. بتروح سول تقابل سونج عشان تنفصل عنه، لكن لسوء الحظ بيطلع عيد ميلاده. نفسها وهي صغيره محضره له اغنيه مغنياها، فبتتحرك جامد، لكن بتشرح له ان عندها شخصيتين، شخصيه بريئه معجبه بيه وشخصيه ناضجه، والشخصيه الناضجه بتاعتها مش مبسوطه بفكره المواعده ومهتمه بالدراسه بس، عشان كده لازم ينهوا علاقتهم. هو كده ما بيكونش سونج مهتم بسول، هو بس بيستغلها عشان يبعد البنت اللازقه، لكن ابتدت تتطور مشاعره ناحيتها. وهما بيتكلموا سألها عن جاي وعن مسيرته في السباحة، لأن في حد نشر في وسائل التواصل عن نية جاي وهيوك إنهم يقدموا في تجارب الأداء. سول جريت عشان تروح لجاي ما بتلاقوش، وهيوك بيقول لها إن جات لجاي مكالمة من والده ومشي. مشيت سول بسرعة تروح له بس وقعت من السلالم، لكن قامت وكانت مصرة تروح له. هيوك كلم جاي اللي كان بيساعد والده في المطعم بتاعه وعرفه إن سول بتدور عليه،
فتشتت انتباهه لما عرف انها وقعت من السلالم وراح يدور عليها. لمحها وهي رايحه عليها نومه في الباص، لكن في الوقت اللي صحيت فيه كان الباص في اخر محطه، فنزلت وقعدت تستنى تاكسي. فجه راجل غريب وحاول يعتدي عليها ووقعت في الميه وهي بتحاول تبعده عنها. شاف جاي اللي حصل ونط في الميه عشان ينقذها. في الوقت ده افتكرت سول ان جاي هو الشخص اللي انقذها من الحادثه زمان. على الشط سول كانت ممتنه لجاي وسالت نفسها ازاي ما خدتش بالها من حاجه مهمه زي دي. وهم في طريقهم للبيت بتعرف سول من جاي انها قابلته قبل كده وبيكلمها عن اول مره شافها فيها وانه كان يوم ممطر وافتكرته عامل توصيل. تدرك سول انها كانت دايما شايفاه نجم بعيد جدا عنها ما تقدرش توصل له، لكنه كان جنبها طول الوقت لما كانت مراهقه وحتى انه انقذها. اليوم اللي بعد سول بتصحي جاي وبتعمل له قوس قزح بالميه. مامتها بتشوفها وبتجري وراها عشان تضربها. بتمشي سول مع جاي للمدرسة وبتشكره على اللي عمله معاها وبتنقذه من الموتوسيكل كان هيخبطه، وبتطلب منه يحفر معاها كبسولة زمنية ويبقوا يفتحوها سوا أول يوم سنة 2023. فبيستغرب إشمعنى اليوم ده، فبتفتكر موته وبتفكر إن هي دي الطريقة الوحيدة عشان تمنعه إنه ينتحر. قدام المدرسة سول بتاخد بالها إنها نسيت الكرافتة بتاعتها، فبيديلها جاي بتاعته وبتعاقب بدلها. وبيشوفهم سونج اللي بيكون متضايق من جاي وبيتسابق معاه وبيخسر وبيحاول يضايقه بأي طريقة. سول بتحاول تخلي جاي ما يتفرجش على الأولمبياد لأنها بتكون خايفة إنه يزعل، وكوريا بتكون على وشك إنها تفوز بالذهبية في السباحة، فبتروح معاه السينما عشان يتفرجوا على فيلم. لكن جرس الإنذار بيرن وبيكون في حريقة بس بيطلع كاذب، لكن ده بيخلي جاي يطلع ويشوف المسابقة في التلفزيون. فبيشجع كوريا هو واللي حواليه. وتتفاجئ سول فبيقول لها انه لاحظ اللي بتعمله وانه مش زعلان، وان حتى لو كان يعرف انه هيعتزل السباحة كان برضه هيحب انه يكون سباح، وانه كان سعيد وانه مش ندمان لان مسيرته انتهت بسبب انه جرب السعادة دي. ترجع البيت مع جاي اللي بيتكلموا عن طموحاتهم للمستقبل، وبتشوف مامتها معاها واحد فبتستخبى عشان مامتها ما تشوفهاش. بتروح سول للشرطة عشان تليفونها ومحفظتها كانوا ضايعين من ساعة ما وقعت في المية، فلقت الشرطة المحفظة لكن الموبايل مش عارفين يلاقوه. فبتتصل سول على موبايلها، في حد بيرد لكن بيقفل الخط على طول. بتروح سول المكان اللي وقعت فيه عشان تدور على الموبايل، بتلاقي ناس متجمعة في جثة لقوها هنا، فبتستغرب وبتسمع صوت سلسلة مفاتيح في ايد شخص، فبتجيلها ومضات من ذكريات مش مفهومة من يوم الحادثة بتاعتها. وبنلاقي نفس الراجل صاحب سلسلة المفاتيح دي بيسوق تاكسي ومعاه تليفون سول وبيبص في صورتها. بتحضر سول ثانوية باباها وبتدعي انها تقدر تساعد جاي. بتقابل بعديها جاي وبتخليه يعلمها على العجلة اللي باباها كان مشتريها لها. بيروح جاي مع هيوك عند محل بيبيع هدوم، وبيبقى عاوز يشتري حاجة نفس ستايل سونج عشان يخلي سول تعجب بيه، لكن بيقابلها مع سونج وبيكونوا لابسين نفس الجاكيت. بيكون سونج واخد سول هي وصاحبتها عشان يحضروا الحفلة بتاعت فرقته. بعد كده هيوك بيبقى عاوز مطرب جديد لفرقته بدل المغني اللي مش هيعرف يحضر الحفلة بسبب أسباب شخصية، وبيطلب من جاي وبيوافق. تتضايق سول لما بتشوف جاي على المسرح وبتفتكر مستقبله الأسود، ولما بتكتشف إن جاي غنى عشان يكسب تليفون عشانها بتتضايق أكتر وبتتخانق معاه. بتقول له ما يقلقش عليها وإن لازم يكون أناني ويفكر في نفسه عشان يعرف يعيش. تيجي لقطة بتكون عن سول لما كانت قاعدة وبتسمع الراديو، كان جاي بيتكلم عن حبه الأول اللي ألف أغنية ليها، وبيحكي عن أول لقاء ليهم، وبيكون أول مرة اتقابلوا فيها في المطر لما اديتله المظلة بتاعتها، ما بتكونش عارفة إنه بيتكلم عنها. اليوم اللي بعده سول بتروح لسونج وبتضربه لأنها عرفت إنه استغلها عشان يبعد البنت اللازقة عنه، وقالت له إنها تنفصل عنه، ولو اتحايلت عليه بعد كده إنهم يرجعوا لبعض ما يوافقش أبدا، ومشيت وسابته. بيقرر بقى جاي إن ياخد بنصيحة سول ويبقى أناني ويروح يقول لها تنفصل عن سونج. في الوقت نفسه بتكون بتسمع اعتراف جاي ليها المتسجل، فبتتصدم وبتبقى محروجة مش عارفة تعمل ايه، فبتهرب وبتروح الباص. بيبقى سونج قلب وجعه انه سول سابته، وبيشوف جاي وبيبقى عاوز يروح يضربه، فبيسمع انه انفصل عن سول بيبقى سعيد جدا بالخبر وبيحضنه. بيمشي وهو سعيد بيقابل سول اللي كانت بتعيط بسبب تقشير البصل مع مامتها، وبتكون جايبه ازازه كحول معاها لاهلها، فبيتضايق جاي وبيفتكرها في الحاله دي بسبب سونج، فبياخد منها الازازه. بيشوفهم اخو سول وبيفتكر ان جاي هو السبب في انها تسكر اليوم بتاع حمام السباحه، فبيضربه وبيقع حبه من الازازه في بقه، فبيغمى عليه لانه ما بيقدرش يتحمل الكحول، فبياخدوه عندهم في البيت. سول بتلاقي الجو حر في الاوضه اللي نقلوا جاي فيها، فبتفتح له المروحه ما بتلاقيهوش بيتحرك، فبتحط ايديها على قلبه عشان تطمن انه بيتنفس، فكان على وشك انه يصحى، خافت واستخبت. فبيصحى وبيلاقي شعر على الارض، بيبص بيلاقي سول وبيتخض، كان لسه هيعمل صوت. سول قفلت بقه وسكتته. اخوها بيدخل الاوضه عشان ينام، بيستخبوا لكن في الاخر بيشوفهم بيبقى عاوز يضربهم. سول بتبقى عاوزه تساعد جاي في مستقبله عشان يروح الجامعه، وبتلاقي درجاته منخفضه جدا بسبب انه كان رياضي، فبتحاول تلاقي له مخرج من المشكله دي. وهم مروحين بيعزمها جاي على مباراه للبيسبول، فبتوافق لكن بشرط انه يحفظ كتاب الكلمات الانجليزيه كله. بيشوفوا سونج واقف مستني قدام البيت، وبيكون جاي يرجع الدبدوب اللي كانت سول مديها له هديه، وعاوز يتكلم معاها لوحدها.
فبيروح جاي بيته وهو متضايق. بيكون سونج جاي عشان يعتذر لسول على اللي حصل وبيقول لها انه معجب بيها بجد، كان عاوز يديها الدبدوب لكنه رجع في كلامه. وبتكون سول عاوزه تاخد منه الدبدوب. بيشتغل مقطع كانت مسجلاه وبتتحرج وبتمشي. اليوم اللي بعده مامتها بتكون محضره شنطه هدومها وبتقول لسول انها تروح جزيره جيجو مع اصحابها. فبتفتكر سول اللي حصل زمان لما كانت بتزعق لمامتها انها هتسيبها وهتروح مع الراجل اللي وصلها البيت المره اللي فاتت جزيره جيجو. بتقول لها انها نسيت باباها المسكين اللي كان بيفكر فيها اخر لحظه وهو بيموت، لكنها بتكون الزمن ده تفكيرها اتغير وعاوزه تخلي مامتها سعيده. وبتقول لها تتجوز قريب. بتروح سول للشرطه وبتحاول تشرح لهم ان ممكن يحصل لها حاجه في الايام الجايه دي وعاوزاهم يحموها، لكنهم بيسخروا منها. بيجي مكالمه لبيت سول وبترد الجده وبتكون الشخص اللي معاه تليفون سول بيقول لها انه لقى الموبايل وعاوز حد يقابله عشان ياخده، فبتديله العنوان عشان يبعته. بتقابل سول جاي في المكتبه عشان يذاكروا وبتروح عليها نومه وبيكون بيبص عليها. فبتصحى بيتلخبط جاي وبيقول كلمات بالانجليزي فبتتحرك سول وبتقوم تشرب ميه. بيروح وراها وبيقول لها انه حفظ الكتاب كله وانها لازم تيجي معاه عشان تشجع الفريق الكوري للبيسبول. بيروحوا يشجعوا كوريا وبيبقوا فرحانين. بيشوفهم سونج في التلفزيون بيكون عامل حادثه بالموتوسيكل اليوم اللي اتقابل فيه مع سول. بتفوز كوريا بالمباراه. جاي بياخد سول بره الملعب وبيقول لها ان اكتر حاجه كان بيكرهها هي المطر، لكن بعد ما قابلها اول مره في يوم ممطر ما بقاش يكرهه واعترف لها بحبه. هي كانت لسه هترد عليه جه لجاي مكالمه من سونج اللي بيقول له ان شاف مامة سول في المستشفى. فبيجري جاي وسول يروحوا المستشفى وبيعرفوا ان مامتها عندها كانسر لكن في مراحله الاولى وحالتها مش خطيره قوي. وكانت بتقابل الراجل اللي طلع دكتور ده عشان تتعالج، فبتعيط جامد وبتندم انها معرفتش ده في الماضي وكانت بتأنب مامتها. بتروح سول تشكر سونج وبتسأله عن اللي جراله وبتطمن عليه وبتبص على الكرسي المتحرك وبتنصحه انه ما يضيعش حياته ويعيش حياته صح عشان ما يندمش، وبتمشي وتسيبه. بتروح تطمن على مامتها وبتشوف جاي وبتقوله انها مش هتقدر تبادله مشاعره وبتبعد عنه وبتعيط لانها لازم تمشي وتسيبه وهي بتحبه. بتروح سول للبيت وبتكونش عاوزه تنزل عشان النهارده هو يوم الحادثه، فاخوها بيكلمها وبيطلب منها الشاحن بتاعه تجيبه للمستشفى فبترفض. بيجي لها رساله من جاي بيقول لها انها نسيت مظلتها وتروح تقابله في الملعب عشان تاخدها، لكنها بتبعت له رساله انها مش هتقدر تيجي لكنه ما بيقراش الرساله. بتشوفه رايح للملعب فبتضطر تنزل عشان تروح له. وهي في طريقها بيخطفها الشخص اللي معاه تليفونها وبتقع المظله منها. بيمشي جاي جنب التاكسي ومش بياخد باله من حاجه وبيلاقي المظله بتاعت سول وبيستغرب وبيروح على بيتها. تيجي لقطه بتعرفنا الحادثه بتاعت سول حصلت ازاي في الماضي. جاي بيبقى في الباص اللي سول راكباه وبتكون نايمه. هيوك بيرن على جاي وبيقول له يعمل حجه انه فاتته المحطه ويتعرف عليها، لكنه بيقفل المكالمه وبيبقى هيصحي سول عشان ينزلوا من الباص. المقلمه بتاعته وقعت. بتفوق سول وبتنزل من الباص وهو بيكون بيلم حاجته. بتفوته المحطة وما بيعرفش ينزل. سول بتبقى مستنية مواصلة وبيجي ناحيتها تاكسي بتوقفه. بتبص جوه العربية بتلاقي حاجات مريبة فبتمشي وبيروح وراها صاحب التاكسي وبيخطفها. بيربطها صاحب التاكسي وبيسيبها لحد ما يروح يجيب الأدوات بتاعته وهي بتفك الرباط وبتهرب. فبيجري وراها وبيخبطها وبتقع في البحر. بيشوفها جاي اللي كان مستني مواصلة وهي بتهرب وبينط ينقذها من الغرق. وبعديها بيحاول يسعفها وبيبقى ندمان انه سابها لما كانوا في الباص. بيرجع القاتل اللي شاف جاي وهو بينقذ سول فبيتخانقوا والشرطه بتيجي وبيمسكوه وبيودوا سول المستشفى. بيرجع اخو سول البيت ومش بيلاقيها وبيقابل جاي اللي كان بيدور على سول وبيعرفه انها مش في البيت. فبيقلق جاي وبيروح للشرطه. بيبلغ الشرطه لكن الشرطه ما بترضاش تعمل حاجه. وبيعرف جاي ان سول راحت للشرطه وكانت حاسه ان في حاجه هتحصل لها فبيقلق اكتر وبيفتكر انها مره قالت له انها عملت حادثه عند البحر فبيروح هناك. في الوقت ده بتفوق سول اللي كانت مربوطة جوه التاكسي وبينزل القاتل عشان يحضر العدة وهي بتبقى فاكرة اللي حصل زمان فبتقرر انها تنقذ نفسها. فبتكون عارفة مكان الكتر بتمسكه وبتقطع الحبل وبتاخد المفاتيح من العربية وبتهرب. بيرجع القاتل اللي ما بيلاقيهاش في العربية وبيروح لكرسي السواقة عشان يسوق. ما بيلاقيش مفتاح العربية فبيركب عربية تانية وبيسوق ناحيتها بأقصى سرعة وهي بتحاول تهرب وبتقعد تجري. بيشوفها جاي وبيجري ناحيتها. ساعتها كانت عربية القاتل هتخبطها. جت عربية تانية وقفت قدامها ونزل من العربية شخص عشان يشوف سول اللي كانت قاعدة في الطريق. وبيجي جاي اللي بيكون قلقان على سول وبتلاقي نفسها سافرت لزمانها وسول القديمة رجعت. بتتعرفش على جاي وبيغمى عليها. نيجي لسول اللي بقت تعرف تمشي واتقبلت في الشغلانة اللي كانت مقدمة عليها وبقت موظفة في شركة إنتاج. والموظف اللي رفضها عشان هي مقعدة بتشتغل معاه. فبتفتكر جاي وبتبحث عن موته. بتلاقيه لسه عايش فبتفرح وبتفتكر الكبسولة الزمنية اللي اتفقوا يفتحوها أول يوم في سنة 2023. فبتجري تروح المكان ما بتلاقيش الشجرة اللي دفنوا تحتيها الكبسولة. في الوقت نفسه بيروح جاي لبيته وبيوبخ يوك إنه بيستخدم حمامه وبيطلب منه إنه يروح بيته. بعديها بنلاقي معجبة بتحاول تدخل بيت جاي
فبيقدم بلاغ للشرطة وبيقبضوا على سول اللي بتبقى قدام بيت جاي ولابسة نفس الجاكيت بتاع المطاردة اللي بتبقى مصدومة. تروح مركز الشرطة وبتحاول تقنعهم ان مش هي اللي اقتحمت بيت جاي، لكنهم مش بيصدقوها. بيقرر جاي انه ما يرفعش دعوة قضائية ضد المعجبة وبيقرر يسيبها، فبتتضايق سول انه لسه طيب ورقيق القلب ومش هيرفع دعوة قضائية ضد المطاردة، وبتقول للشرطة انهم يقنعوه عشان يرفع دعوة قضائية، مش واخده بالها انها هي المتهمه. بيحاول هيوك يقنع جاي انه يمثل في الفيلم اللي اتعرض عليه، وبيحكي له جاي قد ايه ان الفيلم ده سخيف. بيدخل عليهم مدير اعماله وبيفتكر هو شاف المطارده دي فين، وبيقول له انها بتشتغل في شركه انتاج الفيلم اللي اتعرض عليه ده، وهي اللي ادت له النص. وبيستغربوا اقتحمت ليه بيته. فبيرد مدير اعماله اكيد بسبب انها متضايقه انه رفض الفيلم وانه لازم يكونوا حذرين. سول وهي نايمه بيجيلها ذكريات غريبه، وبتصحى على جدتها اللي بترسم على وشها وبيكون عندها خرف، وبتسأل مامتها ايه اللي حصل للي خطفني، فبتعرفها انه اتقبض عليه من ساعة الحادثة من 14 سنة. فبتستغرب سول لان الحادثة كانت من 15 سنة. بعديها سول بتعرف ان عندها عربية وبتسوقها للشغل وبتبقى مبسوطة وسعيدة، وبتروح تصب على كل زمايلها وبتطلبها مديرتها في الشغل عشان توبخها ان اتقبض عليها وهي بتطارد جاي. فبتنكر انها تكون عملت كده وان ده سوء فهم، فبتترجاها المديرة انها تقابل جاي وتقنعه يشارك في الفيلم. بتروح لجاي عشان تقابله، بتكلمها صاحبتها اللي على وشك الولادة عشان تيجي للمستشفى، فبتتفزع سول وبتنزل عشان تروح لها وهي في السكة وقاعد جاي في المية وهي مش واخدة بالها. وبيشوفها مدير اعمال جاي وبيقول له ان المطاردة هي اللي عملت فيه كده وان هي اكيد بتكرهه وبتنتقم منه. فبيطلب منه جاي ان يدفعها تمن ملابسه اللي لابسها. بتروح سول للمستشفى وبتتصدم لما بتعرف ان صاحبتها بقت مرات اخوها ومخلفه منه بنت تانية غير الطفل اللي بتولده. بيبعت لها مدير اعمال جاي انه عاوزها تعوضه على وقوعه في الميه، وتمن ملابسه هي $800. فما بتكونش مصدقه سول انه لابس لبس غالي كده، وبتطلب منه يصور كل قطعه. فجاي بيصور كل اللبس وبيدخل عليه مدير اعماله، فبيبطل الهبل اللي بيعمله ده وبيطلب منه انه يرفع دعوه قضائيه عليها. بتروح سول للشرطه بسبب الدعوه القضائيه، وبتعرف ان جاي هو الشخص اللي كانت بتكلمه وقعته في الميه. تبقى متفاجئه وبتشتم نفسها على عماها. بيطلب الشرطي من سول انها توقع على وثيقه تنص على انها ما تقربش من جاي لمسافه 100 متر. وبتعرف من الشرطي وهما بيتكلموا انه هيعمل حفله، فبتتفاجئ لان الحفله المفروض تكون خلصت. تبحث في النت بتلاقيها اتاجلت، بتبقى مصدومه، بتبقى عاوزه تقابله. فبتكلم مدير اعمال جاي وبتقول له انها عاوزه تقابل جاي ضروري في حاجه مهمه. ما بيرضاش، فبتقول له قول له صديقته سول عاوزه تقابله، وادت له الورد وفي كارت باسمها. بيروح يقول له بيلاقيه طلع على المسرح، فبيسيب الورد في الاوضه. تبتدي الحفله وبتكون سول بره الحفله وبتسمع الاغاني اللي بيغنيها ومتاثره، وبينزل تلج زي يوم الحفله زمان، وموبايلها بيتكسر كمان، وبتبقى قلقانه لان كل حاجه بتحصل نفسها، وبتستنى عند النهر وبتتمنى انه ما يجيش. بيشوف جاي الكارت ساعتها وبيعرف ان المطاردة هي سول، فبيروح يطلع عشان يشوفها. بيلاقي معجبين كتير فبيهرب منهم، وبعدين بياخد العربية بتاعته عشان يروح بيته. بيشوف سول اللي بتكون عند النهر في طريقه، بيكون مستغرب انها موجودة هناك وبيكون متأثر، وبيسألها هي واقفة هنا ليه؟ بتقول له كنت مستنياك، وهو بيستغرب انها كانت عارفة ان هو هيبقى هنا، فبيكون عاوزها تشرب معاه شاي في حتة هادية. بيجي مدير اعماله اللي عاوزه يرجع للحفلة، لكنها بتفتكر اللي حصل يوم موته وبتصر انها ما تسيبوش الليلة دي. بياخدوا عربيتها عشان محدش يتعرف عليه، بتسأله عن صحته واخباره، بياخدها لمكان هادي. تعتذر له سول انها وقعت في المية وانها ما كانش قصدها، هي كان عندها ظرف طارئ بس، وهو بيقبل اعتذارها وبيبقى عارف انها مستحيل تعمل ده بقصد. فبيقول لها انا فاكرك كنت عاوزة تقابليني عشان الكبسولة الزمنية. فبتتصدم سول انه لسه فاكر، وبتسأله لو راح، فبينكر انه راح، مع انه في الحقيقه راح وحفر ولقى الكبسوله، وكان زعلان ان سول ما قابلتوش. بيفتح الكبسوله، بتكون جواها ساعه ورساله مكتوب فيها انه هديتها ليه الوقت اللي بيمر دلوقتي، وبتشكره انه عايش، وبيسالها لو راحت هي كمان، فبتنكر. بيعرف جين الصحفيين بيلاحقوه من هيوك، بيبقى عاوز يمشي عشان ما يضرهاش. هي بترفض انها تسيبه وبتروح وراه، تتخفى وبتاخده بالعربيه بتاعتها وبتمشي لبيته عشان توصله. بتقول له انها عاوزه تدخل حمام، فبيطلعها بيته. بيدخلوا الشقه اللي اول ما بيدخلوا بيشوف جاي مجسم من الورق بتاع صاحبه، تبقى شخصية بنت في لعبة ولبسها مش ولا بد، وبيقف قدامه عشان سول ما تشوفوش. بيوديها الحمام وبيخبي المجسم وبيشتم صاحبه. بتكلمها مامتها في الحمام وبتقول لها انها مش هتروح النهارده، وبيسمعها جاي. تخرج من الحمام وبتتلكع عشان ما تروحش. تقعد تتفرج على بيت جاي، تبقى مذهولة من جماله، وبتقول له انها جعانة، فبيقدم لها الاكل وبتاكل، وبعديها بتعمل نفسها نايمة. فبيروح لها وبيبقى عارف انها بتمثل، وعاوز يعرف هي بتعمل كل ده ليه. هل لانها عاوزاه يوقع على العقد بتاع الفيلم؟ فبتقول له انها بتعمل كده عشان حلمت انه هيموت، وعملت كل ده عشان تتاكد انه بخير. فبيفتكر زمان لما حلمت باصابه في كتفه وقال لها انت لسه غريبه زي ما انتي، وليه هموت وانا بصحه كويسه اهو. فقالت له ان في شائعات كتيره عنه انه مصاب بالاكتئاب، فبينكر انه عنده اكتئاب. فبيقع عليها الاكل وهي بتتكلم، بيوديها اوضته وبيديها لبسه عشان تغير. بيفتكر ساعتها انه حاطط الكبسوله الزمنيه في الاوضه. بتغير سول وبيخرجها من الاوضه، بيخبي الكبسوله، وهو بيخبيها بيبان المجسم، وبترجع عشان نسيت لبسها.
فبتشوف المجسم وبتتفاجئ إنه عنده هواية غريبة زي دي، وهو بيحلف لها إنها بتاعت صاحبه. بيدخل هيوك عليهم وجي بيخبي سول في الدولاب، وبيقعد صاحبه يقول له إنه يتخلى عن سول وعن معاناته بسبب انتظارها السنوات دي كلها، وبتكون سامعاه سول. فبيحدف صاحبه في البانيو، وسول بتشوف الكبسولة وبتعرف انه كذب عليها. جاي بياخدها بالعربية عشان يرجعها بيتها، يفتكر وهي خايفة منه بعد الحادثة ومش عاوزة تشوفه عشان بيفكرها بالحادثة، وبيبقى زعلان وبيعترف لها انه راح وخد الكبسولة فعلا، وهي كمان بتعترف له انها راحت، وبتقول له انها كمان كانت بتحبه زمان وما قالتلوش واعتذرت له انها اذته، وبيتصالحوا. بيروحوا وهم مبسوطين. بيظهر القاتل صاحب التاكسي وهو بيراقبهم. بيكلم جاي سول اللي بيكون سعيد، وبعدين بيتفقوا انهم يتقابلوا الليله. بعد الشغل جاي كان مستني سول في شقته. بيرن جرس الباب، سول بتروح عشان تقابل جاي. بتقابل المعجبه اللي بتطارد جاي، فبتجري وراها وبتلاقيها بنت مراهقه، فبتعزمها على اكل لانها هربت من بيتها بقالها شهر، وبتنصحها انها ما تطاردش جاي لان دي جريمه. في الوقت نفسه بيجي خبر في التلفزيون ان في حد طعن جاي واتنقل للمستشفى وهو في حاله حرجه دلوقتي، وبتعرف ان اللي طعنه هو القاتل اللي كان خاطفها زمان. بتتصدم سول. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.